بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا العقيد أسامة أنور العوضي المتولي، ضابط بوزارة الداخلية، وأعمل بقطاع مصلحة السجون. يعني أنا الواقع أن أنا يوم 7/7 أعلنت موقفي الرافض للانقلاب على شرعية الرئيس المنتخب محمد مرسي. الواقع أنا كان خروجي من منطلق شرعي. أولا الوزارة سمحت لزمايل الضباط أن هم ينزلوا ميدان التحرير بالملابس الأميرية ويعبروا عن موقفهم، وكان بعضهم يرتدي تيشيرت مكتوب عليه تمرد، وبعضهم وقع على استمارة التمرد. أظن أنا من حقي أن أنا أعبر عن رأيي طالما بشكل سلمي. فوجئت بعد وأنا في الطريق للعودة للبيت يعني قرار إيقافي عن العمل، وأفاجأ بعدها بيوم بالموقع الرسمي لوزارة الداخلية بأن أنا موقوف عن العمل لانتمائي لصالح جماعة الإخوان المسلمين. يعني أنا عايز أقول انتمائي لصالح الإخوان المسلمين كان من باب أولى أن أنا أنتمي للإخوان المسلمين وهم في سدة الحكم فترة السنة، إلا إذا كان قالوا أن أنا خلايا نائمة، إلا إذا كان نومي تقيل بقى صحيت بعد السنة. يعني هل يعقل أنتمي لجماعة صارت في موقف استضعاف؟ سبحان الله، أنا مواقفي في قطاع مصلحة السجون أيام الثورة كانت بفضل الله يعني مواقف بارزة. أولا لو كنت تابع جماعة الإخوان المسلمين اللي هم بيتهمون بأنهم هربوا المساجين، أنا ما هربتش المساجين، بالعكس أنا سبت والدتي في العناية المركزة يوم 29/1/2011 في العناية المركزة، ورحت العملي. فضلت 5 أيام موجود في سجن ترى، منطقة سجون ترى، ودافع عن خروج المساجين حفاظا على أعراض ودماء المصريين كلهم. لما طلب مني ان انا اعزز موقفي في التأمين ورحت سجن القطة، حاربت علشان المساجين ما تهربش من سجن القطة. وقعت اللواء البطران الله يرحمه كنت انا موجود فيها، اللي الاعلام قاعد يتاجر بالقضية وان الشرطة هربت المساجين. انا انصفت الداخلية وقلت ما فيش حد هرب المساجين، ما كانش فيه في السجن جوه غير انا واللواء البطران والعقيد سيد جلال رئيس مباحث السجن. ولما المساجين اختطفتنا علشان تخرج بينا للباب السجن، قتل خطأ اللي هو البطران ومات الله يرحمه. وانا شفت الله يرحمه قبل ان يعني يلفظ انفاسه الاخيره وهو يعني ينطق بالشهاده. طيب ان كان هو العائق او طلب ان هو ما يهربش السجن والداخليه قالت هربوه، هو قتل، ليه السجن ما هربش؟ سجن القطه ما هربش، وده دليل كذب الاعلام. انا عملت مداخله او طلبت مداخله مع المعده بتاعه منى الشاذلي عشان ادافع عن موقف الداخليه، لكن هم طبعا ايامها كانوا بيتاجروا بالداخليه، قالوا الداخليه هربت، فطبعا لما الكلام ما جاش على هواهم رفضوا ان هم يتصلوا بيا حتى ويعملوا بشغل. لما رحت سجن الفيوم وكنت مسؤول قائد تامين الكتيبه هناك ومسؤول عن السجن، رحت بعد الثوره بشهرين في 20/4 كانت المحاوله الثانيه للهروب في السجن، لان السجن هرب في شهر 1. في 20/4 تصديت للهجوم ومنع المساجين من الهروب برضو حفاظا على اعراض ودماء الناس كلها، المصريين كلهم. الاسبوع الماضي بالكامل انا موجود في عملي، لم اغادره اسبوع كامل، لم اغادره. لكن لما شعرت بالغبن في الانقضاض على اراده المصريين في ان هم ينتخبوا رئيس منتخب وادافع عن الشريعه اولا، لاني قلت انا نازل كمسلم اولا ومصري ثانيا، الرئيس ده اختطفت منه شرعيته. حكام الخليج اللي صدعونا بعدم جواز الخروج على الحاكم، لماذا أباحوه لنا وحرموه على أنفسهم؟ وأظن المؤامرة النهاردة بقت ظاهرة للجميع إنه القصة مش قصة، لا، القصة هي حرب على الدين أصبحت واضحة من التيارات الليبرالية والعلمانية والنصارى. نصارى مصر أنا عايز أقول لهم، وأنا قائد كتيبة تأمين سجن الفيوم كان عندي أمناء نصارى وعندي مجندين، يسألوهم من ورايا، يسألوهم هل إذا كنت فرقت ما بين مسلم والنصراني في الثواب أو العقاب، لأني بتعامل من مقتضى الشريعة الإسلامية. فلما رأيت أن هناك غبن وهناك ظلم بين على إرادة الناس كلها، كان ينبغي أن يكون في حل دستوري أو قانوني. حتى الديمقراطية اللي في قطاع كبير جدا من التيار الإسلامي لا يؤمن بها، قالوا من باب أكل الميتة والمضطر نشارك. فلما جاء الصندوق بالتيار الإسلامي في أكتر من مرحلة، يعني أكلوا الصنم اللي هم صوروه لينا. فالقضية كلها هي قضية حرب على الدين لا شيء إلا ذلك. الرئيس الدكتور محمد مرسي كان فارسا في حكمه، تعامل مع الجميع بأخلاق الفرسان، ليس ضعيفا كما يتصور البعض.
وكان قويا في عزلته حاليا. لا يقف هذا الموقف إلا الفرسان. يذكرني بالسلف الصالح عثمان بن عفان، هذا القميص، قميص الخلافة. سيدنا عمر قال: إمارة مصر تعدل الخلافة. أنا بقول إن الحرب على التيارات الإسلامية بالكامل وعلى الشعب المصري ثانيا. هم عايزين يأدبوا الشعب المصري. أنا عايز أسأل كل مصري شريف، هل في كان ثورة في 25 يناير ولا ما كانش فيه؟ هي دي القضية. القضية أولا يضحى بالتيار الإسلامي كاملا ويحاولوا حتى أنا. طب أنا بقول لهم أنا طول عمري أنا أعلنت من على منصة رابعة العدوية إنه لا حزبية ولا عصبية ولا راية جاهلية أبدا. أنا ما خرجت لعصبية أحد، أنا خرجت نصرة لدين الله عز وجل أن تحكمنا الشريعة الإسلامية. ثانيا نصرة هذا المظلوم المحاصر في قصره اللي هو ربنا سبحانه وتعالى هيخرج. لكن أنا بناشد كل المصريين: أفيقوا، فهذه حرب شرسة. يراد تأديب الشعب المصري لأنه خرج على النظام. القضية الآن ما ينفعش تتقال بإخوان المسلمين أو التيار الإسلامي بس، لا، كل المصريين في سلة واحدة الآن. يعني هذا خطابي للجميع. حتى أنا برغم تاريخي كله، بعض الضباط زمايلي المختلفين والمؤيدين قالوا نستعد أن نذهب معك حتى لوزير الداخلية ليدافع عنك لأننا نعرف تاريخك. هم في الآخر صنفوني أن أنا من خلايا النائمة، وأن أنا أعلنت من على منصة رابعة العدوية أن أنا انضميت للإخوان المسلمين. يعني أقول لهم أنضم لهم وهم في سدة الحكم، انضم اليهم هم في مرحله الاستضعاف الذي هو قبل التمكين. هذه سنه الله عز وجل. الايقاف، انا قبل ما اروح بيتنا اتصلوا بيا بالتليفون قالوا لي انت موقوف عن العمل. لا، انا ما قدمتش شكاوى، انا مستني اشوفهم عايزين يعملوا معايا ايه. يعني انا زمايلي خرجوا اعلنوا تضامنهم مع متظاهرين التحرير لان هم جزء من الشعب وكتبوا تمرد، ونزل ضباط كتير تعلن وتؤيد، وانا اعلنت موقفي. سبحان الله، يعني سووني حتى على الاقل، مش لازم كلنا نساق ان هو ده الراي اللي لازم يتفرض عليه. انا اعلنت رايي، وانا اعلنت براءتي من الدماء اللي تسال الان، لانه كان في هناك طرق قانونيه ودستوريه زي ما الدستور قال: اذا كنتوا جبتوا 22 مليون او 33 مليون صوت انزلوا بهم للصناديق وهاتوا مجلس الشعب المنتخب وقولوا ان يسحب الثقه من رئيس الجمهوريه، وهو وجوبا يقدم استقالته وفقا للدستور المعمول، وتحقنوا الدماء. انا خرجت والله درءا للدماء، انا لا ابغي دنيا ولا ابغي شهره، وده مش وقت بطوله ولا فروسيه ولا انضمام لجماعه في ولا حتى كل الاتهامات اللي انا القيت بيا جزافا في الفتره الماضيه يعني.